السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله صنف حلو قوي من حلويات رمضان، صوابع زينب. هنعملها بطريقة سهلة مش بتاخد اي وقت خالص. بس يا ريت لو اول مرة بتشوفوني تنزلي تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة هعملها هجيب بولة وهنزل فيها بكوباية واحدة من الدقيق الابيض العادي، ونص كوباية من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، ومعايا معلقتين كبار من النشا، وبعد كده معايا نص معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الخميرة، ورشة بسيطة خالص من الملح. هبدأ أقلب المكونات الجافة دي كلها مع بعضها كويس. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الزيت، وتقدر تستبدليهم بالسمنة، بس أنا بحب أعملها بالزيت عشان بتكون خفيفة. هبدأ كده بقى أقلب الزيت مع الدقيق، وأبسهم كويس لحد ما يتكون معايا يعني شبه عجينة ناشفة، تمسكيها بإيدك كده بتعمل زي كتل، زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعد كده معايا نص كوباية من المية الدافية، بس هنزل بيها بالتدريج، هشوف هي هتاخد مني قد ايه. هي عجينة صوابع زينب ما بتكونش عجينة طرية، بتكون عجينة متماسكة شوية. طب ليه متماسكة؟ عشان تبقى سهلة عليكي في التشكيل. هبدأ كده انزل بقى بعد ما اتجمعت معايا، هنزل بمعلقة معلقة. انا العجينة اخدت معايا بالظبط حوالي تلت كوباية. انا كده خلاص اتجمعت معايا العجينة، ما بعجنش فيها كتير، هي دوب بس بتلم وبجمعها تكون عجينة ناشفة ومتماسكة معايا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ده بيكون ملمسها. وعشان اعرف بقى العجينة مظبوطة معايا ولا لا، هبدأ كده اجيب حتة صغيرة من العجينة وافردها كده بين ايديا، وارجع المها تاني اكني بشكلها بالظبط. لو اتجمعت معايا كده وما شققتش معايا تبقى كده العجينة تمام. زي ما انتوا شايفين هي ما اخدتش معايا غير تلت كوباية بس من المية، يعني لازم تنزلي بالمية بالتدريج. هغطيها بقى وهسيبها ترتاح بس 10 دقايق. مش هسيبها تخمر ولا حاجة، انا مش عايزاها حجمها يكون كبير. 10 دقايق بالظبط وخلاص، وهبدأ اشتغل فيها. بعد ما عدى عليها 10 دقايق هبدأ اجيب كده العجينة بتاعتي واحطها على السطح اللي انا هشتغل عليه. وهبدأ كده بس معايا شوية من دقيق البسبوسة او دقيق السومولينا، هرش رشة كده بس عشان ابدأ اشكل عليها. تقدري تقطعيها كلها حجم صغير او الحجم اللي انت عايزاه، وبعد كده تبدأي تشتغلي بيها. انا قسمتها كده نظام اطواق. وبعد كده همسك كل واحدة، ابدأ كده الفها بين صوابعي كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده معايا بقى عشان اشكل معايا البصامة اللي هي بتاعة الكحك دي، مش بتبقى غالية خالص، بتبقى ب10 جنيه. وبعد كده هبدأ ايه افردها عليها والفها. هعمل كمان واحدة معاكم. حاولي تصغري حجمها علشان بعد التشكيل تكون معاكي تديكي الحجم اللي انت عاوزاه. هبدأ اضغط عليها كده بالراحة، بس ما تضغطيش عليها جامد. وانت بعد كده تجيبيها من فوق وتلفيها زي البكرة كده، هتتلف معاكي بكل سهولة. ده الشكل اللي متعارف عليه، واللي احنا بنجيبها من بره بتكون بالشكل ده. بعد كده برضو معايا الشيالة بتاعة البطاطس، بتبدأي بتجيبيها كده من الجنب. دي طريقة تانية للتشكيل. وبعد كده بتلفيها زي بتديكي برضو شكل حلو قوي. شايفين؟ هعمل كمان واحدة معاكم على شايلة البطاطس. تقدري تعمليها على المبشرة، في كذا طريقة للتشكيل، بس انا بحب اللي هي بالشكل ده والشكل اللي هو ببصمة الكحك. وتقدري برضو تشكلي على القطاعة دي اللي هي بتاعت المخللات، بتعمليها كده بميل بس عشان الرسمة تطلع معاكي كويسة. هبدأ افردها برضو، وبعدين هسحبها من فوق لتحت، هتديكي الشكل زي ما انت شايفة كده بالظبط. بس انا حبيت قوي اللي هي بتاعت بصمة الكحك. بعد كده بقى هبدأ اعمل العجينة كلها مرة واحدة عشان اشكلها كلها ورا بعضها، ما تاخدش معايا وقت. انا بس كنت عشان اوريكم طريقة التشكيل. هبدأ كده اشتغلهم كلهم، مش هياخدوا معايا اي وقت خالص. وزي ما انتوا شايفين انا كده خلاص خلصت الكمية كلها معايا. وبعد كده هجيب معايا زيت سخن، بس درجة حرارته متوسطة. يعني في البداية بسخن الزيت كويس قوي، وبعد كده بهدي النار عليه للمتوسطة
عشان صوابع زينب تستوي من جواها كويس. بعد كده بقى مش هقلبها خالص غير لما الاقيها مسكت نفسها خالص او طلعت على الوش. ابدأ بس اهز الوok كده من بعيد علشان اوزع درجة الحرارة عليها كويس. زي ما انتوا شايفين بالظبط هتطلع معايا كلها على الوش. صوابع زينب بتحتاج لشربات تقيل بارد، حضرته قبل كده معاكم على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعه صندوق الوصف وشاشات النهاية. اول بقى ما تبدأ تمسك نفسها كده وتنشف معايا في الزيت، هقلبها، بس هقلبها تقليب مستمر عشان ما تكونش واخدة لون من جنب ومن جنب تاني تكون لونها ابيض. انا عايزاها لونها يكون موحد معايا. هبدأ كده اقلبها باستمرار زي ما انتوا شايفين كده بالظبط لحد ما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده. شايفين من جوه زي بره لونها كل واحد. انا عايزاها كلها تاخد لون واحد وفي نفس الوقت تكون مستوية من جوه. انا هخرجها في المرحلة دي، ما نحاولش نغمق عن كده عشان لسه بتغمق درجة كمان بعد ما بتتحط في الشربات، وهتشوفوها معايا دلوقتي. وبعد كده هنزل بقى بالجزء التاني في الزيت. زي ما انتوا شايفين هي هتتعمل معايا على مرتين بس. انا على فكرة عملت المقدار الصغير ده معاكم وعملت مقدار تاني زيه، يعني انا عملتها مرتين، بس دي هتطلع لك برضو كمية مش وحشة. انا حبيت اعمل معاكم مقدار صغير عشان لو اول مرة تعمليها. هبدأ بقى كده اقلبها في الشربات وهسيبها شوية حوالي 5 دقايق كده عشان بس هي بتكون تقيلة شوية عشان دقيق السمولينا. هسيبها تتشرب كويس قوي من الشرب، مش زي بلح الشام بنديله تقليبة وبنشيله، دي تقيلة شوية. يعني مثلا ايه تقلبيها كده في الشربات وتسيبيها، بس ممكن تشيليها اول ما تبدأي تقلبي في اللي انت حطاها على النار. هتبدأي بقى تديها تقلبتين كده وبعد كده هتخرجيها على مصفى عشان تصفي الشربات الزيادة كله اللي فيها. وزي ما انتوا شايفين انا برضو طلعت خلاص التانيين معايا زي ما اتفقنا. هنطلعها افتح بس درجة عشان بتغمق بعد ما بتتحط في الشربات. النقطة دي مهمة جدا ولازم تاخدي بالك منها كويس قوي. انا خلاص خلصت الكمية كلها اللي انا عملتها، وزي ما انتوا شايفين حاجة كده طالعة ما شاء الله. طعمها حلو جدا، احلى واجمل بكتير قوي من اللي احنا بنشتريها من بره، وعاملاها بنظافة البيت. اعمليها وهتعجبك جدا وان شاء الله هتنجح معاكي من اول مرة. عايزة كمان اوريكي طريقة التشكيل دي اللي احنا عملناها بالشعيرة بتاعة البطاطس. شكلها حلو جدا. ولو جبت بصمة الكحك مش هتكلفك كتير، بس اي حاجة عندك في البيت هتنفع ومش هتقول لا. زي ما انتوا شايفين لونها جميل ازاي بره زي جوه، مقرمشة جدا من بره وشاربة الشربات بتاعها ودايبة جدا من جوه. يعني حاجة كده ما شاء الله. جربيها وان شاء الله هتعجبك، بس قوليلي رأيك ايه في الكومنتات. يلا بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.